ادي هيد شوت. يلا ها يلا جيكو ابعت وينج مان يبلانت السبايك. سند وينج مان تو بلانت سبايك. اي نو يو دونت سبيك عربي يا دكتور. يا حبيبي قول. يا دكتور عندنا مشوار. طب اصبر وادي هيد شوت تاني. يا دكتور عندنا مشوار بقول لك. يا عم الحاج ده مشوارك، انا جاي معاك جدعانه، اصبر بقى. طب انا مش عايز اتاخر. طيب ما تبقاش دمج بقى، ما تبقاش دمج. اتقتلت، حرام عليك، اتقتلت حرام عليك يا دكتور. ما تتقتل عادي، دي لعبه. دي مش لعبه، دي فالورنت. ما تقولش على فالورنت بقى تقول لي فالورنت. يلا يا دكتور عايزين نمشي. طب بص انا مش جاي معاك. طب ليه؟ يلا طيب كونتينيو يا دكتور ما احنا متفقين. يلا كونتينيو. ها اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. فاكر يا ابن بلدي زمان لما كانت التكنولوجيا معناها موبايل اسرع او لعبه جرافيكها جامد او لابتوب لما تشيله ما تحسش انك شايل شروه خضار الاسبوع؟ لو ركزت شويه هتلاقي فعلا التكنولوجيا دخلت في كل تفصيله في حياتنا. بس يا حبيبي بس يا حبيبي بس يا بابا بس يا بابا بس يا حبيبي. بغض النظر عن الجماعه دول، هم معذورين لان التكنولوجيا فعلا منتشره في كل حته، في الشارع، في العياده، في المستشفى، في المول، احيانا كمان بنستخدمها واحنا مش واخدين بالنا. في الثمانينات مثلا اول علاقه الناس بالفيديو جيم كان الاتاري ابو عصايه. والله كانت عصايه واحده ونقعد نلعب اوعى تكون صدقت انها وليد 93. لا الحلقه بتاعت هتعدي دي كنت بهزر فيها لكنها قديم. ويا سيدي الاتاري ابو عصايه ده كان ممتاز جدا وكان ممتع، وانا مش عارف حاسس انها غلطان لو قلت لك اني مش مواليد 83، يعني هتحس انها عجوز بس انا شباب والله. وبعدين العصايه بقت جويستيك وبالتدريج بدات تظهر زراير، وفي التسعينات دخلت الجيمز عالم الكمبيوتر وظهرت العاب زي برنس وولف وستريت فايتر ومورتال كومبات وفيفا. يا ايام. وانا بحكي لك عن اللعب دي كلها ليه؟ عشان خاطر اوريك التطور حصل ازاي. تخيل لعبه زي الفيفا بدات ازاي ووصلت لفين، تخيل لعبه زي برنس بدات ازاي ووصلت لفين. كل لعبه من دول الفيرجن بتاعها بقى اعلى واعلى مع تطور الزمن. وانا كواحد من الناس اللي لعبت اللعب دي كلها وانا صغير هضرب لك مثال بلعبه زي وولف مثلا. وولف دي كان العسكري فيها كرتون بسيط جدا كده تشوفه قدامك يعمل لك لتفاصيل اكتر واقعيه زي كاونتر سترايك، ميدل اوف اونر، وكول اوف ديوتي. وشوف يا شيخ انا عديت ال 40 سنه. انا قلت حد يشرب حاجه؟ كنت بطلت الالعاب دي كلها لحد ما في يوم كنت معدي بالصدفه جنب اوضه ولادي ولقيتهم مستغرقين في لعبه اسمها فالورنت. لعبه في ليفل تاني خالص عن اي حاجه اتربينا عليها. اكتشفت ان اللعبه دي بتختار فيها ايجنت. الايجنت ده تلعب بيه بيبقى ليه قدرات خاصه ومهارات تفرق في شكل اللعبه تماما، وكل ايجنت مختلف عن التاني. وبتدخل ماتش اونلاين مع فريق مكون من 5 ايجنتس قصاد فريق تاني مكون من 5 ايجنتس تانيين. والفكرة ان كل فريق بيحاول يكسب عدد من الراوندز عشان يزرع سبايك، فبالتالي كده يبقى في فريق بيدافع وفريق بيهاجم. الفريق اللي بيهاجم بيحاول يزرع السبايك، والفريق اللي بيدافع بيحاول يمنع الفريق التاني يزرع السبايك. وبعد مجموعة من الراوندز بيبدلوا ويبدأ الفريق اللي كان بيدافع يهاجم والفريق اللي كان بيهاجم يدافع. لعبة غاية في التشويق والإثارة. الموضوع شدني ومع الوقت دخلت عالم اللعبة دي وبقيت ألعبها كتير، واللي اكتشفته إنها مش مجرد لعبة عادية، ده ملايين اللاعبين شغالين لايف وأونلاين بيتنافسوا ضد بعض. واللعبه دي عشان تسمح لكل اللعيبه دول يلعبوا عليها اونلاين في وقت واحد عامله اكتر من 53 سيرفر عملاق على مستوى العالم متوزعين على اكتر من 20 دوله. تخيل كل السيرفرات دي مملوكه لشركه واحده. الشركه دي اسمها ريوت جيمز، والشركه دي مالكه لعبه شهيره جدا كمان بجانب فالورانت. اللعبه دي اسمها لول. هموت من الضحك. شباب كتير هيقول لي يا عم لول اشهر بكتير. اقول لك يا ابن بلدي اللي سنك من سني، لول دي يعني لول يعني ليج اوف ليجندز. انا عارف الشباب اللي بعدينا دول غيروا بعدينا حاجات كتير. وبعد اذنكم يا جماعه احنا اتكلمنا النهارده عن فالورانت لانها التطور الطبيعي للعبه وولف، لعبه وولف اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. المهم فالورانت دي لعبه بقى ليها مسابقات عالميه وفيها كاس عالم وبطولات وفيها ابطال مشهورين زي مثلا عم تنز ومراته كايدي، زي ايسيوس وزي كاجاك، وطبعا كرونيكل الاكثر تتويجا.
Fnatic bringing out a brand new look. 13-10, 2-0, Gen G, they get themselves into back-to-back. تخيل التطور ده حصل في الجيمز، وده مثال على لعبه واحده بس. طب تعالى بقى نشوف مجالات مختلفه حصل فيها تطور ازاي. زي ما كان في نقطه فاصله في تاريخ الجيمز، تعالى بقى اقول لك على نقطه فاصله في تاريخ بعض المجالات التانية. ويا شباب الجينزي، انا ضربت لك مثال بالجيمز عشان اجر رجلك، عايزك تكمل معايا، ما تبقاش كرنج بقى كده، وهقول لك شويه فاكتس انما ايه وايلد. التكنولوجيا موجوده من قديم الازل وكل يوم بتتطور، وعلى راي السيد نديم هاشم من مسلسل رأفت الهجان، العلم كل يوم بيتطور يا رأفت. يا عالم حرام عليكم، كفايه بقى لي 7 ايام مش عارف انام. ما هو انت لازم تتعلم، راسي هتنفجر، واذا كان ده لمصلحتك يا بني ادم يا سيد نديم، اذا كنت انت مستغني عن نفسك بلدك مش مستغنيه عنك. نيجي للأشعة. من ساعة ما ظهر الرنين المغناطيسي سنة 77 بقينا نقدر نشوف جوه الجسم بتفاصيل دقيقة جدا، كأننا بنتفرج على فيلم 4K ولابسين كمان نظارة 3D. وبدل ما كنا بنصور العظم بس بالعافية عن طريق الأشعة السينية، سنة 23 بس اتعمل أكتر من 36 مليون فحص رنين في أمريكا لوحدها. ده لو أي حد معدي من قدام المستشفيات في أمريكا قالوا له تعالى نعمل لك فحص رنين، مش هوصل الرقم ده. جابوا الرقم ده إزاي؟ الرنين ده بتوصل دقته ل 90%، يعني فرق كبير قوي بين يمكن واكيد. والجراحه كمان اخذت نصيبها من التكنولوجيا. سنه 2000 ظهر روبوت اسمه دافنشي، الجراح بقى يشتغل بايده بس بدقه الروبوت، والنتيجه عمليات اكتر، جروح اقل، وتعافي اسرع بنسبه 40%. السلام. ومن الجراحه للاسنان، بقينا في الاسنان بنستخدم التكنولوجيا واستغنينا عن العجينه اللي نعض عليها عشان ناخد المقاسات. لسه شويه لسه شويه ما خلصناش. بقى في دلوقتي الماسح الرقمي 3D اللي بيصور جوه بقك في دقايق ويجيب لك النتيجه خلال ساعات، اسرع بكتير من العجينه. وفي عالم البناء ظهرت برامج تصاميم زي BIM، ودخلت الدرونز في المتابعه، خلت المشاريع تتنفذ اسرع والاخطاء تقل بنسبه تزيد عن 60%. يعني المهندس ممكن يراجع مشروع كامل وهو بيشرب كوبايه شاي. تعال بقى نشوف سنة 1830 حصل ايه. واحد اسمه فاراداي بدأ يجرب الكهرباء على العضلات. من ساعتها الأجهزة دخلت وبقوة شغلانة العلاج الطبيعي. أجهزة مثلا زي التنس والEMS بيشتغلوا بشكل يومي في جلسات العلاج الطبيعي، موجودين في أكتر من 70% من المراكز على مستوى العالم. يعني زي التكييف كده في شهر 7 و8 شغال طول اليوم. تعال بقى نتكلم شوية عن الليزر منخفض الشدة ودوره في العلاج الطبيعي. الجهاز ده بقى يا سيدي بيقلل الألم وبيقلل الالتهابات، وفي دراسة من ذا لانست بتتكلم انه بيقلل من ألم الرقبة اكتر من 70%، وبيساعد في التئام الجروح بنسبة اكتر من 40%. يعني سلاح خفيف بس تأثيره تقيل. وجهاز الCBM الكونتينيوس باسيف موفمنت، الجهاز العبقري اللي يقدر يشتغل على جسمك ويحرك مفاصلك بعد يوم واحد بس من العملية. تخيل نفسك مستلقي على ظهرك بدون اي مجهود منك وجهاز يعمل كده. الجهاز ده يساهم في تقليل التورم بنسبة تزيد عن 50%، يرجع لك حركتك الطبيعية في أسرع وقت ممكن، ويخلي رحلة العلاج مش مملة ولا متعبة. وجهاز التراكشن اللي هو شد الفقرات، تخيل كده جهاز بيشد فقراتك وبعيدها عن بعض. لما نشوف أنا بقى ولا الجهاز يا مسهل. طب ما هي ممكن نفك دي كده تفتح على طول اهي، يعني مفيش مشكله. انا طبعا مش الجهاز اهو، بص يعتبر الجهاز ده حل امن وفعال في حالات الانزلاق الغضروفي. دراسه قالت ان 74% من المرضى ارتاحوا بنسبه 60% في اول شهر بس. صحيح جهاز ممتاز بس ما ينفعش يشتغل لوحده، لازم ادوات العلاج الطبيعي كلها تبقى متكاتفه. والرياضيين بقى، ونتكلم عن تطور التكنولوجيا في التحليل الحركي وازاي طورنا في ادائنا معاهم. جهاز تحليل حركه ده بقى يا ابن بلدي يقدر يكتشف مشاكلك قبل ما تظهر. يعني مثلا يقعد يديك شويه ارقام واحصائيات كده من مشيتك بس. تخيل يقدر يتوقع الاصابات اللي محتمل تحصل لك، وكمان يقدر يقلل تكرار الاصابه اللي حصلت لك قبل كده بنسبه 30%. يعني جهاز يقراك قبل ما انت تشتكي. التكنولوجيا يا ابن بلدي مش بس بتسهل شغلك، التكنولوجيا تقدر تخلي شغلك ممتع، وممتع جدا كمان. التكنولوجيا زميل شاطر في الفريق، كل ما تتعلم تستخدمه صح كل ما شغلك يبقى اسرع وادق. اللي مش هيواكب التكنولوجيا ايا كان مجاله، العالم هيعدي وهو هيفضل واقف مكانه. ها، عجبتكم الحلقه؟ يا رب تكون حلوه. اشوفكم على خير. كان معكم رامي طارق.